السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نتمنى تكونوا كامل بخير. حبيبة سمونا، حبيباتي، ندعيو في دقيقة برك، يعني نديو من وقتكم دقيقة ندعيو فيها على الناس اللي راهم مريضة في المستشفيات. إن شاء الله يا رب يلطف بهم، إن شاء الله يا رب، اللهم يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. إن شاء الله يا رب طهور للجميع. إن شاء الله يا رب احمي عائلتي وعائلاتكم. إن شاء الله أحفظ كل المسلمين وكل الجزائر. يعني الجزائر تستغيث، الجزائر يعني راهي في حالة يعني مع هذا الوباء. إن شاء الله ربي يرفع علينا برك. المهم حبيبة سمونا، ان شاء الله يا حبيباتي تدعيوا معايا. وجبت لكم تحلية من النوع الرفيع يا حبيباتي، والله تبل تبل تبل. كل طبقة تمسك في الطبقة الأخرى. تبعوا معايا الفيديو الأخير وراح يعجبكم حبيبة سمونا، وراح تغنيكم على كل تحليات. يا تحلية قديمة يعني بكري نديرها 100 تحليات هبل وخلاص. خفيفة وكما نقولوا حنا كريمية. ما نحبش انا التحلية الجامدة، نحب الكريمية ديك اللي ناكلها ونسبن. المهم عندكم هنا نص لتر حليب، وعندي 2 ملاعق نشا. شوفوا انا ما راح ندير السكر، بس انتم ديروا السكر لانه ما تجيش حلوه سبا. يعني اللي ما يحبش السكر وحب ياكل حاجه يعني صحيه ما يديرش السكر، لانه من بعد نزيد لها شيكولا. يعني اكيد راح تجي فيها حلاوه شوي مي. اللي يحب الحلاوه يعني الطبيعيه يزيد السكر على روحه 3 ملاعق كبيره، ولا يزيد زوز. المهم درك هنا حطيت لها ملعقه صغيره تاع كاكاو. كحل عندي هنايا ذاك الاسود زوا. ميلا كان عندكم هذاك كيما نقولوا حنا البني المليح تاع الشوكولا، يديروا ملعقه كبيره وخلاص. درك هنايا بعد ما بدات تغلي راح نزيد لها باطا شوكولا نواخ. على هذه انا ما حبيتش نحط لها سكر خلا. يعني لا حابين نتوما يعني تاكلوها كيما انا بدون سكر، لانه الطبقات الاخرين راح يجيو حلوين. يعني الطبقه الاولى تقدروا تخليو فيها ديك المروريه ذاك، كيما الشوكولا دوك تطلق المروريه طاحه تجي حلوه هكا شويه، هكا شويه برك مش بزاف. المهم يعني اللي يحب حاجه صحيه يدير كيما سمونا، اللي ما يحبش يعني يحب الحلاوه ويحب الحاجه حلوه يدير السكر. يعني مش راح نقول لكم ما تزيدوش السكر، باه ما تقولوش كيما جات صامته. يعني قلت لكم زيدوا السكر، يعني باه ما كي تجربوها ما تقولوليش كي جاتنا صامته. انا اللي قلت لكم زيدوا السكر، انا اللي مانيش حابه ندير السكر. المهم هي يجي فيها سكر. درك هنايا بعد ما اختارت لي نحيتها وحطيتها في الكؤوس دما. راح ندير النص برك منهم، يعني مش راح نملاها بزاف. تملاو النص ولا تملاو ربع كيما هنا نص لتر دارت لي يعني بزاف. دارت لي 9 كؤوس، يعني 9 ولا 10. يعني كاينين هذوكم اللي ملا كان درتو كيما الكؤوس هذوك تاع القزاز راح يديروا لكم 10 ولا 11. انا كي درت فيها دما عمرتهم شويه. الكؤوس جو طابل دما. جاوني 9 قد قد، يعني عائلية هذه لتحلية عائلية. شفتوا يعني نصيتها دارت لي قد شفتوا انها دارت لي سما دوك ندير الطبقات تانية. نحرك مك شويه برك مع انهم يعني في ساعه يحكموا بلاصتهم. صح يجي ندوسي بلا بان نديرو. شوفوا انا هنايا شتيت نصور لكم تليت لي اللي درتو اليوم. مي البورطابل زاد لي في اخر يعني على الصباح، والصباح يعني مستحيل المعلم راح ينوض ويروح لي يعدلهولي ولا هكا. المهم يعني وليت درت هكاكا وخلاص. هذا هو التليت تاعي وهو عندي في القناه، وبربي ان شاء الله نزيد نعاودوه لكم. المهم هنا قاعده نجمر فيه. هنا بعد ما فورته ودرت له وصفيت هذاك البويون تاعو، هاني نشمر فيه. حطيت له كربوت فلفل وحطيت له الفلفل الكحل باه يجي بنين كي يتجمر. وشوفوا هنايا ذوقوه، هنا ذوقوه لا كان مسوس ولا مالح، باش تاني تريقلوا له الملوحه تاعو. المهم خليت تليتلي تاعي هذاك يتجمر، وجيت هنايا سما زيد خدمت السلطه تاعي. التحليه درت الكوش الاول خليته صح يجمد، ومن بعد باه نزيد ندير الكوش الثاني. يعني ما لحقنيش الوقت، كنت نحكي مع اختي راح عليا الحال. كي صح تجي الحكايات اني نسوي لروحنا. نسيت على روحي وراح عليا الوقت وما درتش الطبقه، خليتها من ورا وخلاص. من ورا ما تغدينا وكملتها. هي ليه تجمد يعني با 5 دقائق تحطوها في الثلاجه تجمد، يعني مش حاجه. شفتوا العظام تاعي دوك راح ندير بهم زي بهم سلطه ونزين بهم تاني التليتلي تاعي.
هنا بعد ما جمرته انا نخليه شوي مرنخ هكا باش ما ينشف، يجي قد قد ما يجي يسمم. انا نحبو ناشف صراحه، مي كاين ما يحبوش ناشف، يكون يعني غير يبرد بعد ينشف. تشرب هذاك البويون كامل. المهم جاتني درت هنا درت نص كيلو هذاك على، والله ما على بالي واش اسمها. المهم ساشي زرق هي ما لا سمونا. المهم درك نتفكر الاسم تاعها نقول لكم عليها. هنا 3 لتاي درت انايا، شوفوا الكليتي ندير فيه البصل والثوم والطماطم مكعب والملح والفلفل الحل وراس الحانوت، هذا ما ندير فيه مع هذاك الحمص واللحم وخلاص. يعني تقليو شويه اللحم في الزيت، ومن بعد تزيدوا له البصل وتزيدوا له الثوم وتزيدوا له طماطم وتخليوه يتقلى شويه، ومن بعد تمرقوه وتزيدوا الحمص. الطماطم تخليوهم على الاخر حتى يطيب لكم شويه الحمص، بعد تزيدوا طماطم معجون، ومن بعد يعني تمرقوها مليح. يعني حتى انا مرقتها بها زيت الطماطم. ومن بعد تخليوه يفور هذاك 3 تاعنا. وليت حكمت حطيت له الزيت، ومن بعد درته في الماء وصفيته، سموت سميه سومته كما يقولوا القوالمه. ومن بعد خليته سقطر شويه من الماء وحطيته فار، ومره على مره نسقيه بالبويون بعد باش يجيكم بين. ومن بعد هاني سماكي صاحي طيب تمسوا الحبه تلقاوها طابت هاك، توليو تصفيو البويون تاعكم، ومن بعد تجمروه كما كنت نجمر خلاص. يعني هذه كما نقولوا احنا شرح سريع وخلاص. نجي ونكمل التحليه تاني بعد ما تغديت غسلت الماعن دوكا. نجي نكمل التحليه تاعي. حطيت هنايا 2 ملاعق كبيره سكر و2 ملاعق كبيره نشا، نحطهم على النار ليه برك يسخنوا. هنا حطيت عطر الكراميل، الكراميل، ومن بعد خلطت مليح كيما هكا ودرك نحطهم على النار. هنا بعد ما اختارت لي، شوفوا هاي كي اختارت لي تعطيني القوام هذايا. اي ما يحبوش هذاك الخاثر خلاص. درك نجيبوا حبه بنينه اللي مخلطه اللي فيها الشوكولا وفيها الكراميل في زوز اسماء، راح اخلطهم كيما هكا باش يعطيني واحد الجو غريب شويه مليح بنين. المهم وتاني تعطيني اللون اللي نحوس عليه، انا ما يكونش بيض بزاف. نخلط كلش مع بعضه كيما هكا واحد التحليه يا خوتي. واش راح نقول لكم طبقات نسك في الطبقه الاخرى، يعني بنان في 3. مع انه انايا كليت غير الطبقه اللي فيها 2 طبقات خلاص. يعني الاخرى حلوه حلوه حلوه، الاولى ما قدرتش يعني عليها. مي سما الناس اللي تعود طبيعيه تقدر تاكلها وراح تعجبكم بزاف بزاف. دوك نحط لكم الطبقه الاخيره كامل صح الطبقه هذه، ومن بعد نحكيو على الاخرى. شوفوا الطبقه الاولى كيفاه جاتني، هذه الطبقه الاولى. ومن بعد نزيد عليها الطبقه الثانيه، ها هي نحركوه شويه باش تحكم بلاصتها تجيني رطبه ليس من الفوق. ونصب كيما هكا بهذاك بلالوش باه تجيكم مليحه بالمغرف غراف كيما تسميوها سميوها كل الطرق تؤدي الى روما. المهم شوفوا درك نحط جاتني قديد سبحان الله، يعني تقول مكيله. درت نص لتر الشوكولا ونص لتر الكراميل. جاتني قد يعني هذاك الكؤوس قد يعني عائليه صح. هذه التحليه بليطره حليب ديري ما شاء الله. يعني حتى كعود جين عندك ضياف مثلا هكي تقدري ديرها اقتصاديه وسما وراقيه في نفس الوقت. زاكيه كما نقولوا احنا زاكيه. وهذا هو يعني هذه هي الطبقه الثانيه. شوفوا دوك نحطها يعني ما 5 دقائق برك في الثلاجه وزنجين. هذه التحليه يعني تاخذوا حتى تاكلوها كيما هك كيما انايا. كعات يا بيتي كليتها كيما هك خلاص. يعني جاتني شويه صامته مي الحمد لله يا ربي خير ما كانش فيها حلاوه وزوز برك ما فيهاش بزاف. مي يعني العود مرات بزاف يعني مأثر عليهم السكر ستيبالابال، يعني لانها فيها الطبقه الثانيه شويه حلوه مش مره. يعني ولا حابين تاكلوها وسخفتوا عليها نحيو السكر، يعني ما ديروش في الطبقه الثانيه ما ديروش سكر وخلاص. يعني تقدروا. وها هي الطبقه الاخيره درتها بديكولاج هذا لي زينو به، ودرتها الشوكولا درك نحطهم الفوق. ما درت غير 2 برك. الاخرين خليتهم ياكلوها بلا باش نعدلكم برك.
هي بهذا يعني ذقت ملعقة، واش راح نقول لكم، اقسم بالله بنة وتهبل. الحمد لله، مهم الحمد لله فات، يعني اللي قادر ياكل بصحته 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 راهي تجي بنينه بنينه بالطبقه الاخيره، واش راح نقول لكم تهبل. انا ذقت ملعقه باه ما نكذبش عليكم. سما لازم كي ندير حاجه لازم نذوقها باش حتى كي نحلف عليها ولا نهضر عليها يعني نكون قد قد، يعني العبد يكون عاطي، يكون مصداقيه في الهضره تاعو. وهذه هي تحلية تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم حبيبات سمونة. هنا رابيت الشوكولا وزينت بها وخلاص، يعني ان شاء الله تعجبكم حبيباتي وتجربوها وخلاص. احنا تزيين اختياري، تقدروا تزينوا بالبنان، تقدروا تزينوا تاني بالجاتو، تقدروا تزينوا بالشوكولا، كيما تحبوا كيما تحبوا، يعني زينوها زينوها، ولا تحبوا حتى تخليوها بذاك اسمها سامبل بلا والو، تاني تعطيها ذوق. انا البشكير هذاك وديما لازم ماشي معايا طول، نغسل يديا طول وديما متبع فيا. اليوم نسيتو فوق دان، يعني بدون تعليق يعني، وبدون كما نقولوا احنا كلمات جارحة، نسيتو فوق البوطاجي ما الفاسمة، حطيته في الحزام. المرة دي نسيتو قد كانت سخانة سما، حبيت نخرج برك من الكوزينة ونحكم بلاصتي. راك تعرف العود بعد ما يتغدى سيبون يفشل. وهذه التحلية تاعنا ذوقوها، هذه الملعقة ذقتها، لا الملعقة اللي كاملة حكمت من تحت للفوق، يعني هذيك اللي جبت من تحت هذه ذقتها بنة ولا أروع، يعني تهبل تهبل تهبل. شوفوا فيها 3 طبقات، كل طبقات نستكفيت في أخرى إن شاء الله يعني. وحتى مشيكولة ديك دابت من فوق، شوفوا تلمو سخانة حتى هي دابت ومشات مع هذاك مع التحلية تاعنا. ان شاء الله حبيبات سمونا تعجبكم ان شاء الله، يا ربي نكون كنت خفيفة ظريفة عليكم، ونخليكم حبيبات ان شاء الله تجربوها، ونخليكم السلام. وما تنساوش تدعيوا يعني لحباباتنا وللناس اللي راهي في